لو جالك مشروع في مجال تحليل البيانات وده أول مرة تتعامل مع المشاريع، هتعمل إيه؟ أول حاجة خلي بالك من النقاط اللي أنا هاتكلم معاك فيها دي لأن هي مهمة جدا وركز معايا يا صديقي. أول حاجة هي إن أنت تدخل ميتنج مع العميل، وقبل ما تدخل الميتنج إنك تكون فاهم البيزنس اللي أنت هتعمل فيه مشروع وتعمل عنه سيرش وتفهم أشهر الكي بي ايز اللي محتاجها المجال ده أو البيزنس ده. فأنت مثلا داخل مع عميل هتعمل له مشروع في مجال الاتش ار، فلازم تبقى عارف الاتش ار ده بيخزنوا بيانات ايه والانسايتس بتاعتهم والكي بي ايز بتاعتهم عامله ازاي والفانكشنز الداخليه بتاعت الاتش ار بشكلها عامل ازاي. دي حاجه. الحاجه الثانيه والمهمه هي فكره انت داخل تعمل للمشروع كله ولا جزء معين. بغض النظر انت هتعمل للمشروع كله، ادخل بقى معاه في الميتنج افهم منه الداتا دي بتطلع من سيستم ولا بتتسجل يدوي. دي نقطة. النقطة التانية والمهمة ايه هي الكي بي ايز اللي هم عايزينها، وخليه يشرح لك الداتا اللي انت هتعمل عليها اناليسز، لان ده بشكل كبير جدا بيفتح معاك افاق كبير قوي في الجزء ده. ثانيا اتكلم معاه في انتوا محتاجين ايه من الداتا، لان ممكن الداتا دي تكون بتطلع انسايتس كبيره جدا وكتيره جدا. انتوا محتاجين ايه من الانسايتس دي؟ احنا محتاجين واحد اتنين تلاته. خلاص، يبقى هم فعلا محتاجين واحد اتنين تلاته من الداتا دي، واشتغل بناء على واحد اتنين تلاته. طب انت تقدر انك تطلع اكتر من واحد اتنين تلاته، ممكن ما يبقاش مهم بالنسبه لهم، ممكن يبقى مهم. طب نعرف منين؟ من خلال ان انت تتكلم مع الشخص ده وتقول له انا اقدر اعمل لك، او الداتا اللي معانا دي نقدر نطلع بيها ببروجكت كبير بنتكلم فيه على الانسايتس عباره عن واحد اتنين تلاته. فلما انت تعمل الكلام ده فبيكون هو قدامه يا يقول لك يلا نكمل، يا لا مش مهم بالنسبه لنا، اللي احنا طلعناه ده كافي بالنسبه لنا في الانسايتس، او اتخاذ القرار هيبقى شكله عامل ازاي. فده مهم جدا ان انت تشتغل مع العميل بالشكل ده، تمشي معاه خطوه خطوه. ابني السيم الاول وقول له انا هشتغل بناء على السيم ده، الالوان دي تمام ولا انتوا عندكم الوان معينه انتوا محتاجين تشتغل بناء عليها؟ هل في لوجو للشركه محتاجين ان احنا نضيفه في الريبورتنج او الداشبورد اللي هنشتغل عليه او المشروع اللي هنشتغل عليه ولا لا؟ هل في اجزاء معينه محتاج ان انا اركز عليها وانا بعمل الانسايتس، بحيث ان انا ادخل لك دريل ثرو اكتر؟ يعني مثلا تيجي تقول لي الحضور والانصراف، فادخل لك ديبلي اكتر في الجزئيه دي، فاعمل لك ليها صفحه او بيج مختصه لوحدها. هل مثلا محتاج نعمل بروفايل يخص كذا؟ ادخل معاه في تفاصيل، بحيث ان انت هتدي له حاجات جنرال ثم بعد كده تدخل ديبلي اكتر، فهو برضو يقول لك انا محتاج دي بتفاصيل زياده، دي مش محتاجها بتفاصيل زياده، انا محتاجها بحاجات عامه كده. وبالتالي فانت بتبقى وفرت على نفسك كتير جدا وفهمت هو محتاج ايه، وكمان هتطلع باذن الله بروجكت قوي جدا يكون فعلا بيفيده، مش مجرد بروجكت وخلاص. وبكده يبقى انا جاوبت لك على سؤال انت لو جالك اول مشروع هتتعامل معاه ازاي. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.